السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح. معكم امل من قناه وصفات الطبخ سهله وبسيطه. اليوم جبت لكم وصفه اللي هي تاع كيكه الاوبرا ولا حلوه الاوبرا. يخدموها بزاف لي باتيسري، ان شاء الله نخدموها مع بعض. تكون الخطوات كامل سهله ومنظمه هكا باش تخدموها بكل راحه. هنا في المقادير واش حنسحقوا. هنا في الخطوه الاولى نسحقوا البسكويت، راح نبداو نخدموه. هادو المقادير تاع البسكويت باش نسحقوا فيه. نسحقوا 140 غرام تاع اللوز يكون بودره، حمصوه شويه برك ومن بعد ارحوه في الرحايه اللي ترحي لي زيت يسو كامل. هنايا 140 عندي 9 مغارف تاع بودره اللوز. هنا كي قصتها لكم بالمغرف جاتني 9 معمرين تاع مغرف كبيره تاع ماكله. هكذايا 9 مغارف معمرين. نسحقوا تاني 140 غرام تاع سكر كلاص، كيف يكونوا 9 مغارف، ماشي معمرين بزاف يكونوا شويه. 140 غرام كيف. هنا عندي 30 غرام تاع سكر عادي، عندي 30 غرام تاع فارينه يكونوا 2 مغارف، مام السكر 2 مغارف كبار ما يكونوش معمرين بزاف. هنا نسحقوا 5 بيض كاملين ونسحقوا 5 بياض بيض. هكذا هاد المقادير دوك نبداو نخدمو. الحاجه الاولى اللي نبداو بها هادو ما كنت صيرتهم، نتوما صيروهم. سكر كلاص كنت صيرته هكا باش ما يديرليش حبيبات. سكر كلاص نزيد هذاك اللوز. هنا لازم اللوز. هنا اللي محبش يخدم هذا البسكوي يقدر يدير بسكوي عادي تاع بسكوي رولي ويخدم به، بصح الوصفه الاصليه تاع الاوبرا هي بهذا البسكوي. نزيد لهم البيض، وهنايا نزيد لهم شويه تاع رافاني ونطلعهم مليح بالبانكور. بعد ما كان طلعت هذا وطلعت بيض. هنا قعدت لي الفارينه وهاد الزبده نسيت ما قلت لكمش عليها، 30 غرام تاع زبده كنت ذوبتها وخليتها تدفى. دوكا نبداو نخلطو. فوت ندير الفارينه هذه 30 غرام اللي هي 2 مغارف ونخلطها. خلطوها غير بالعقل. هكذا وراح نبدا ندخل في هذاك البياض البيض على 3 مرات. هنا غير بالعقل باش ما تطيحوش بياض البيض تاعكم. بعد ما كملت خلطته كاع راح ندير له هذيك 30 غرام تاع الزبده مذوبه ونخلطو. وراهي واجده. دوكا نجيبو برك البابي والبلا ونبداو نفرغو فيه. نطيبوه على 2 مرات يجينا 2 بلاطوات. انا دوكا نجيب البلا نفرغو. نزيد شويه بعد ما كنت سويتها كامل ندخلها للفور واحد 10 دقائق هكاك. كي نشوفو نشف كاع وتحمر شويه نحيها. ودوكا راح ندوزو المرحله الثانيه تاع كيكه الاوبرا تاعنا. هنايا راح نعملو سيرو مع بعض. هنايا عندي نص كاس تاع سكر كما راكم تشوفوا، ما يعادل 3 مغارف كبار معمرين. وهنايا عندي كاس تاع ماء اللي نداري نقيسو به. هاد السيرو نزيدلو شويه تاع نسكافيه هكذا شويه هكذا
ونحطو فوق النار يغلي. كي يبدا يغلي نحسب له 5 دقائق ونطفيه، وراح نجوزو للخطوه اللي موراها. وهنايا راح نعملو دوكا كاناشو شوكولا المرحله الثالثه. راح نعملو هنايا 130 غرام تاع شيكولا و130 غرام تاع كريم فريش. انا لازم تكون الكميه تاع الشيكولا قد الكميه تاع كريم فريش. هنا الا حبيتو تكون الطبقه رقيقه بزاف تقدروا ديروا غير باطا شيكولا، ما تزيدوش هذيك 30 غرام، وكيف كيف تكون الوزن تاع كريم فريش كيما تاع الشيكولا. هنا خلطت درت شويه تاع الحليب وشويه نوار. ها ملي درت شويه نوار شويه تاع الحليب، ونستخدم دائما ماكسون باسكو تذوبلي مليح وما تعذبنيش تسمى مليحه في الخدمه كيما قلت لكم. دوك انا نحط لا كريم فريش تسخن مليح تغلي، ومن بعد هذيك نحطها فوق هذوك قطعتهم كامل هكا رقاق باش كي ندير فوقها الشيكولا تذوب تمتم ونخلطها. هنا بعد ما كانت غلات لي راح نحطها فوق الشيكولا نخلوها هكا دقيقه باش ما هذيك الشيكولا تبدا تسخن. من بعد نحركوها مليح. كي نكملوا نحركوها راح نحطوها في فريجيدار تجمد لنا باش نخدموا بها هكا نخلطوا. وهنا الشيكولا كيما تحبوا تخدموا بها، تحبوا نوار تحبوا تاع الحليب. انا فضلت نخلط بيناتهم باش يجيني كوش باب وبنين. هايديك بعد ما كانوا دابوا كامل هذيك حبيبه تاع الشيكولا دوك نحطها في فريجيدار باش تبرد لي. نسحقها انا جامده شويه ما نسحقهاش هكا. كي تبرد لي نخليها في فريجيدار من بعد نخدموا بها. دوك نزيدو نجوزو لمرحله واحده اخرى فيها بزاف مراحل الحلوى، بصح على الاخر راح تخرج لكم حاجه شابه وبنينه هكا. انا دوكا واش عندي هذه الطبقه انايا فضلت نديرها، نتوما ماشي لازم عليكم ديروها. انا حبيت نتوما الا ما قدرتوش ما تزيدوهاش معليش تقدروا تستغناو عليها. هنا واش عندي الفريتين كنت حطيته لكم من قبل كما كنتوا تشوفوا، خدمته في الدار وخبيته واليوم راح نستعملو. هنا عندي 70 غرام قريب كاس الا ربع كاس نقصولو هكا شويه برك معمر هكا فريتين. وهنا عندي 70 غرام تاع شيكولا كيف كنت خلطت لها شويه نوار وشويه تاع الحليب هكا ندوبها ومن بعد نزيد لها هاد الفريتين ونخلطها. ودوكا الخطوه الرابعه اللي هي كريمه الزبده. هنايا كريمه الزبده نتوما حرين واش ديروش من الوصفه. كاين وصفه اللي بصفار البيض، كاين وصفه اللي ما فيهاش كاع البيض. انا ما حش نديرها بالبيض، ما نحبش تاع البيض، راح ندير هذه. نتوما الا عجبتكم هذه ديروها، ولا ما عجبتكمش ديروا كريمه زبده اي كريمه اللي ما فين تستعملوها. ولا حبيتو تعوضوا ما تحبوش كريمه الزبده تقدروا تعوضوها بكريمه شونتيي. طلعوا شونتيي وشنو بصح الوصفه يفضل بكريمه الزبده. دوكا الحاجه الاولى اللي نديرها والمقادير تاعي اللي هما راح نخدم غير بالكيسان تاع لاتاي. عندي كاس تاع لاتاي تاع زيت، كاس تاع لاتاي تاع حليب، وزوج كيسان سكر كلاص مع شويه لافاني، وعندي 125 غرام زبده. الزبده لازم تكون طريه هكذا كي تمسوها يدخل صباحكم فيها، ما تكونش يابسه. الا كانت يابسه تخسر لكم كاع كلمه الزبده وتجيكم كامل محبه. دوكا الحاجه الاولى نفرغوا السكر نسيروه لهنا، ما سيرتوش. شوفوا علاش تصيروه تلقاو بزاف هكا حبيبات. نزيدو هاد الكاس تاع الحليب، راح نخلي منه شويه برك باش من بعد ندير له هاد النسكافيه. باسكو هاد الكيكه كل حاجه فيها بالقهوه زينه فيها نكهه القهوه. دوكا نخلطوا هذا شويه ودوكا نبدا نضيف في الزبده غير بالعقل هكذا نخلطوا. بعد ما كنت طلعتها راح نزيد لها هذيك الوحده تاع النسكافيه هكذا ونخلطها مليح. شوفوا دوكا بعد كيفاش ولات
دوكا نحطها تبرد ونكمل الخطوات الثانيين. دوكا هنا بعد ما تذوب الشيكولا راح نضيف هاد الفيتين هذيك الطبقه الثانيه البسكويت، وهادو كنت لصقتهم باش نديرهم طبقه. دونك انا واش نبدا ندير، نجيب هاد الطبقه وراح نحط فوقها كامل الفيتين هذا مع الشيكولا هكا. بعد ما كنا فتحناها كامل انا دوكا نخليها ما بين تبرد شويه ونروح نكملوا الخطوات. ودوكا راح نبداو هنايا هاوليك السيرو بعد ما كان برد، وبعد ما قلبت هذيك حطيت هذيك الشيكولا من تحت مع الفيتين. راح نبدا نسقي هذا البسكويت. انا هنا غلطت، نورمالمون هذه تجي من تحتها والتحتانيه من فوق قلبتهم. نتوما خلوا المنطقه اللي تشرب هي اللي من الفوق هكذا. وراح نشوف الى تشرب. هاي شربت شويه. انا اصلا ما حش نشربها بزاف بس البسكويت جاني طري ما جاش يابس هكذا. هنايا دوك بعد ما تشرب لي هاد شويه راح نحط كريمه الزبده. انا كريمه الزبده راح نقسمها على زوج، راح ندير نص هنا ونص الفوق. شوفوا كيفاش جاتنا هايله بلا ما درنا لها البيض. ما نديروش طبقه بزاف خشينه، تكون طبقه شويه رقيقه. دوك نزيد ندير هذيك الطبقه تاع البسكويت الاخرى. ندير الطبقه اللي تشرب من الفوق. هنا ما حش تبان هكا كي تكون في الوسط فيها هكا فراغات، ما حش يبانو. نزيد ندني برك هذه شويه. هادوما كامل هكا حنعمروهم بعد ما حش يبانو بيسك في الوسط. نزيدو نشربو هاد البسكويت. هكا وشوفوا الا راه مشرب ولا لا. دوك هنا نديرو الكاناش. هايديك بعد ما كانت جمدت نزيد البسكويت الاخر الاخراني راح نحطو هكا. راح نشربو شويه. وراح نجيب كريمه الزبده تاعي نزيد نحطها من فوق. بعد ما كنت كملتها دوكا نحطها في كونجيلاتور. بعد ما تبرد شويه راح نولي معاكم. ودوكا راح نكلاصيوها. هنايا ذوبت باطا شيكولا ماكس نوار كما كنتو تشوفوا. زدت لها استناو نوريكم هنايا هذيك، وزدت لها 35 غرام تاع زيت ولا زيدوا لها 4 مغارف تاع زيت.
عليك تولي لكم هكا. هنايا بعد ما خرجت الكيكه تاعي من الكونجيلاتور راح ندير لها هاد الشيكولا هكا ونمشيها شويه على الطرف. وين تشوفوا بلي ما كاش الشيكولا زيدوا ديروا شويه هذا. هكا دوك نعاود ندخلها الكونجيلاتور. دوكا هنا عندي بعد ما كانت جمدت لي راني نحيتها من الكونجيلاتور. واحد نجيب موس ندخلو في ماء سخون نخليه شويه ومن بعد نمسحو نحولو هذاك الماء ونحو هاد الجهه تاع الكيكه تاعنا. هاكيك دوك انا نحي لها كامل طرف ونولي معكم. اخذت راي شويه جامده باش ما نخسرش الكيكه تاعي، نوسيها بعقلي ونولي معكم. عليك دوكا نزيد نسخن الموس تاعي في الماء سخون، لازم يكون سخون الموس هكا باش ما يخسرليش لاطاخت. وراح نقسموها نزيد نسخنو شويه. نقسموا الحبه تاعنا. انا كل واحد كيفاش يفضل يقسم الحبه، اذا صغيره ولا كبيره. وشنو سخنوا برك الموس تاعكم مليح وتضربوا الحبه تاعكم باش تخرج لكم هكذايا. دوك انا نكمل نقطع كامل الكيكه تاعي وحنولي معاكم. اذا هاني كلوبيرا تاعي ولا الكيكه تاعي بعد ما كنت كملتها. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم. نوري لكم الطبقات اللي فيها. عندك هذاك الكوشليت قرمش شيكولا والفريتين، البسكوي، من بعد كريمه الزبده، البسكوي والكاناش، ومن بعد كريمه الزبده. ان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. ما تنسونيش في التعليقات والدعوات. سلام.